يا صباح الجمال ويا صباح الرضا ويا صباح كل حاجة جميلة في الدنيا. هبتدي يومي معاكم بكل تفاؤل وبكل رضا. زي ما انتوا شايفين، أنا صحيت من النوم، دخلت مطبخي بعد طبعا ما صليت صلاة الضحى، مهمة جدا بالنسبة لي، بتفائل بيها في بداية يومي. وبعدين دخلت أحضر الفطار، ومن هنا بقى أنا ابتديت أقول الورد بتاعي وأقول الدعاء اليومي بتاعي اللي ما بقدرش أستغنى عنه. اللهم إني أستعين بك وبقدرتك وعظمتك يا أرحم الراحمين، فإني أتوكل عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حضر فطاري بكل هدوء، حضر فطاري كده وأنا مبسوطة، وأنا عندي روح جميلة قوي إني أبتدي يومي. مفيش قلق، مفيش توتر. طول ما يومك ابتدى صح، صدقيني مهما شفتي على مدار يومك هينتهي برضو صح. هفطر وهرجع أكمل بقية يومي معاكم. فطرت الحمد لله، دخلت مطبخي، قصدي بقى المملكة بتاعتي. وطالما أنا دخلت بقى المملكة بتاعتي يبقى شقتي نظيفة ورايقة جدا، ما فيهاش أي غلطة. شبابيك الشقة مفتوحة، البلكونات مفتوحة، تهوية كويسة جدا، وكمان رشة معطر كده عشان يبقى نفس الشقة جميل وتبقي مرتاحة فيها نفسيا. ودخلت بقى ابتديت دلوقتي أشوف إيه الحاجة اللي ناقصة عشان أعملها. طبعا علب الخزين كانت فاضية، ابتديت بقى أجيب الحاجة اللي ناقصاني وأحطها في العلب زي ما انتوا شايفين. حطيت المكرونة والشعرية والرز، وكمان في توابل كانت ناقصة عندي برضو جبتها، وهبتدي أحطها في العلب بتاعتها. يعني أي حاجة كده ناقصة قبل ما ابتدي أعمل الأكل بتاعي هظبطها. وفي نفس الوقت أنا الحوض بتاعي مفهوش معلقة، شقتي نظيفة، حوضي نظيف، حتى لو في أي حاجة هتعمليها بروقان. هخلص بقى كل الحاجات دي وهبتدي بقى أرصها مكانها عشان أشوف أنا هعمل غدا إيه لأولادي. رصيت التوابل بتاعتي في ضرفة المطبخ، وبعدين بقى شوية مية وخل كده هعقم الرخامة بتاعتي. أول بأول أي حاجة تتبهدل عندك ظبطيها على طول. وهنا بقى بدأت أحضر للغدا. هعمل أحلى صينية مسقعة لأولادي. زي ما انتوا شايفين حضرت البتنجان وقطعت الفلفل، طبعا الفلفل ده حسب رغبتك انتي، وقطعت حباية من البطاطس. هعمل صينية المسقعة، وبعدين هنشوف انا هعملها ازاي وايه الافادة اللي ممكن اقولها لكم في الصينية. لو عايزة صينية المسقعة البتنجان فيها بتاعك ما يشربش زيت كتير، رقم 1 تقطعي البتنجان طولي مش عرضي، بالشكل اللي انا مقطعاه دلوقتي ده، كده مش هيشرب منك زيت خالص. والافضل لو انتي هتقطعيه تقطعيه مثلا قبلها بساعتين ب3 ساعات، وتحطي له رشة الملح، برضو مش هيشرب منك زيت. وممكن كمان نحط له رشة من الدقيق، برضو مش هيشرب منك زيت. بما ان الزيت غالي طبعا، فانا حبيت الفت انتباهكم للموضوع ده. انا بقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه الطولي ده، وبعدين بقى هرشله رشة كده من الملح، وهسيبه كده لو في اي مية زيادة هتنزل منه اهو بالشكل ده. هعمل احلى صينية مسقعة، حاجة جميلة جدا، وفي الوقت ده برضو اقتصادية شوية. ابتديت بقى هنا حلة على البوتاجاز، هبتدي اجهز التخديعة بتاعت المسقعة بتاعتي. انا بعمل ايه؟ بحمر البصلاية اللي انا بشرها بالشكل اللي انتوا شايفينه، والطماطم مش بعصرها في الخلاط، بديها عصرة بسيطة جدا في الكبة. ما بحبش الطماطم بتاعة المسقعة تكون مهروسة قوي. حطيت طبعا على البصل بعد ما اتحمر فصين من الثوم، وده شكل الصلصة اللي انا بقول لكم عليه. عملتها في الكبة بالشكل ده، بيدي قوام جميل جدا وبيدي تكية كده صغننة للمسقعة في الطعم. حطيت بقى التوابل بتاعتي، مرق الدجاج والفلفل الاسود والملح
وشوية صغيرين من الكزبرة الناشفة. هسيبها بقى تتخدع كده مع نفسها، وبعدين هبتدي أحمر البطاطس بتاعة المسقعة. زي ما انتوا شايفين أنا قطعت بطاطساية واحدة بس، وهبتدي أحمرها واديها لون ذهبي كده جميل. وتكوني بقى مجهزة طبق حط عليه ورق أبيض أو مناديل، المهم حاجة كده تصفي عليها الزيت على طول أهو، علشان الزيت بتاعك يفضل نضيف لحد آخر حاجة تعمليها. يبقى جنبك على طول صفاية كده صغيرة، أول بأول أي شوائب تشوفيها في الزيت شيليها على طول، ما تخليهاش تتراكم عشان ما تسودش الزيت وتضطري ما تحتاجهوش للقلية التانية. الفلفل تحميره مجرد ما بينزل بطلعه على طول، تشويحة بسيطة جدا وبطلعه. وهنا بقى كان البتنجان عدى عليه تقريبا ساعة، ويعتبر صفى كمية المية اللي فيه، وهقليه وهعمل أحلى صينية مسقعة أهو. اديته اللون الذهبي الجميل ده، وبعدين هطلعه على طول أهو. قلينا البتنجان وقلينا الفلفل وقلينا البطاطس، والتخديعة بتاعتنا تمام. في المرحلة دي بقى الحتة اللي أنا هعملها دي بتودي صينية المسقعة بتاعتك في حتة تانية خالص. نزلي كل ده في حلة التخديعة، ما ترصيش وبعدين تدلقي التخديعة، لا، الحتة الصغنونة اللي انت شايفاها دي بتخلي كل البتنجان والبطاطس والفلفل يشرب من التخديعة كويس جدا ويتسبك معاها، بيبقى طري كده وجميل جدا. انا دي طريقتي في المسقعة، ولو انت بقى ليكي طريقة تانية اكيد هتكتبيها لي وتقولي لي عملتي ايه في المسقعة بتاعتك، او بتعمليها دايما ازاي. هنا بقى حطيتها في الصينية وهبتدي ارصها كده واسويها، بتاخد وش بسيط جدا في الشواية، وبطلعها على طول وبنتغدى بيها. عيش بلدي بقى ومش هوصيكي. ويا سلام بقى لو شوية لفت جنبها أو شوية مخلل كده، أي حاجة، المهم أكلة بسيطة وسهلة وكمان اقتصادية في الوقت الحالي. هديها وش وهنتغدى ونرجع نكمل الروتين بتاعنا. هنا كنا اتغدينا خلاص الحمد لله، وما عنديش مواعين كتير، بس برضو أنا هعملها معاكم علشان عندي كلمتين صغيرين. عايزة أقولك يمكن الدنيا ما ادتكيش كل حاجة، بس برضو انت تقدري تبسطي نفسك بالمتاح اللي بين ايديكي. مش مهم يكون معاكي فلوس عشان تخرجي، مش مهم يكون معاكي فلوس عشان تقعدي قعدة حلوة. والله لو قاعدة على الرصيف أو تمشية مع حد بتحبيه كفيلة إنها تفرحك. مش لازم تلبسي لبس غالي قوي، خصوصا في الوقت الراهن اللي احنا فيه. المهم تكوني مرتاحة في اللي انت لابساه وراضية عن نفسك. أقولك والله ما في أحلى من البساطة، وهتلاقي الفرحة بتتخلق لك كده من الهوا. عارفة أحلى حاجة ممكن تعمليها في حق نفسك الفترة دي إيه؟ إنك تعودي نفسك تعيشي اليوم بيومه. الحلو افرحي بيه وعيشيه، وبكل لحظة فيه. اليوم الوحش اهربي منه، حتى لو هتهربي بالنوم. المهم اليوم يخلص من غير ما نفسيتك تتعب. يعني مضمون اللي أنا عايزة أقولهولك، ما تفكريش في حاجة قديمة تضايقك، لا في مستقبل يضايقك ولا يقلقك، وسيبي كل حاجة على ربنا. صدقيني عمرك ما هتتعبي لو سايبة كل أمورك على ربنا. أكتر حاجة ممكن تأذيكي التفكير المستمر، هيدمر صحتك ونفسيتك، مش هيخليكي تعيشي اللحظة مهما كانت حلوة. طول ما انت عايشة في حياتك راضية وصبرة، صدقيني والله هيجي اليوم اللي هتلاقي ربنا جبر خاطرك فيه. اصبري، اصبري على زوج، اصبري على مرض، اصبري على هم أولاد. وانتي بتصبري احتسبي صبرك ده لله، واستعيني بيه في كل حاجة في حياتك. طول ما علاقتك بربنا سليمة هتلاقي ربنا جعلك من كل ضيق مخرج.
ظروف الحياة دلوقتي بقت صعبة، بلاش نقعد طول الوقت نبص لتفاهات في حياتنا. حطي قدامك أساسيات وحطي قدامك أهداف وسعيليها وحققيها. بصي دايما لمصلحتك وللي انت عايزاه واللي نفسك فيه. الحياة مش هتقف على حد ولا على موقف ولا على شخص. وما زلت بقولها لك وفي كل مرة أقولها لك، اوعي تربطي سعادتك بأشخاص. أنا هنا خلاص غسلت المواعين وبنتهي بقى بالبوتاجاز بتاعي. غسلته كده بشوية من الفري وهخليه نضيف وريحته جميلة، ويبقى كده مطبخي زي الفل. اهو كل حاجة اتعملت بهدوء وبراحة وبفرحة. ما بعملش حاجتي وأنا متضايقة، بكون مبسوطة جدا وأنا بعملها. خصوصا بقى لو عاملة ورد يومي ليكي وانتي واقفة كده بتعملي حاجتك، يا سلام. خلصت البوتاجاز بيلمع، وشوية برضو من المية والخل يعني للتعقيم كده، وبيدي لمعة جميلة جدا. ويلا بينا بقى نشوف بقية اليوم بتاعنا هيمشي ازاي. هنا بقى كنا في آخر اليوم خالص، يعني بالليل كده أولادي كانوا جعانين وعايزين ياكلوا أي حاجة. قلت مفيش أحلى من ريحة الخير في البيت، طبعا العجين. هعمل بقى معاكم شوية قرص كده، حاجة كده ما شاء الله. بعد الروتين ده هتقومي تعمليها على طول. حطيت زي ما انتوا شايفين نص كيلو بالظبط من الدقيق، وحطيت عليه رشة من الملح ورشة ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية، ومعلقتين كبار من معلقتين كبار من اللبن البودرة. وهنا بقى هبتدي اعمل ايه؟ كوباية من اللبن العادي، كوباية كده صغيرة، هنزل عليها بمعلقتين كبار من السمنة. التكاية الصغننة دي هتودي القرص بتاعتك في حتة تانية خالص. هتشوفي القرص عاملة ازاي، جميلة وهشة وطعمها ملوش حل. بقلب السمنة كده مع اللبن، وبعدين بنزل عليها بمعلقة من السكر وبرضو بقلبها. وهبتدي بقى هنا انزل بيهم في العجين اهو. هنزل بيهم على الدقيق وهقلبه قلبة. انا بس هقلب كده بالسباتيولا وبعدين هركنها وهبتدي اعجن بايدي على طول. دي بقى القرص اللي بجد هتلاقيها طعم وريحة وشكل. لما تطعمي العجينة بتاعتك هتلاقي القرص بتاعتك طعمها حلو، مش لمجرد كده حطينا مية ودقيق وعملنا قرص كده عاملة زي طعم الفينو ملهاش طعم خالص. لا، دي طعمها هيبقى جميل جدا وهتشوفيها معايا في الآخر. هعجن بقى بإيدي، وأنا بحب العجن جدا وبحب ريحة العجين في البيت. بحب أخلي أولادي واقفين جنبي في المرحلة دي كده ويشوفوني وأنا بعجن وأنا بسخن الفرن وأنا بعمل حاجة بإيدي ليهم، يعني بحسسهم بفرحة الحاجة اللي أنا بعملها لهم. بعد طبعا ما دخلنا اللبن والسمنة في الدقيق، هبتدي بقى أنزل بالمية تدريجي كده شوية شوية أهو بالشكل ده. اعملي الخطوات اللي أنا عاملاها بالظبط، هتاخدي أحلى قرص فلاحي جميلة طعمها جميل جدا أهو. هفضل بقى أعجن فيها كده لحد ما ألمها كلها. شايفين لميتها عجينة أهو، ما خدتش مني وقت، ونشطت إيدي وطلعت الطاقة السلبية اللي ممكن تكون موجودة أهو، وعملت أحلى عجينة. شايفين طرية جدا أهو. هبتدي بقى كده أحط لها استريتش، وأحط لها الأول شوية. دي الكوباية اللي أنا استخدمتها للدقيق، ودي كمية المية اللي أنا استخدمتها أهو. هبتدي بقى زي ما بقول لكم أحط لها استريتش أو فوطة، المهم أدفيها كويس جدا لمدة ساعة. بعد ساعة هنرجع ونعمل القرص بتاعتنا. هنا بقى كان عدى ساعة خلاص. هبتدي بقى أشوف القرص بتاعتي اختمرت وتمام. هعملها كده على هيئة كور صغننة. حجم القرصة ده بقى يرجع لك انتي، عايزاها كبيرة اعمليها، عايزاها صغيرة زي ما انا عاملاها كده برضو اعمليها. كمان نقطة الحشو لو عايزة تحشيها او عايزة تعمليها سادة.
أنا هحشي نصها بالجبنة والنص التاني هخليه سادة. بس الحشو لسه مش دلوقتي، احنا هنعملها كور صغيرة ونسيبها تختمر تاني لمدة 10 دقايق. اعملي الخطوات صح هتطلع منك حبة قرص زي العسل اهو. عايزة برضو تحشيها بالعجوة زي ما انت حابة تحط لها قرفة على سكر، اللي انت حباه بقى اعمليه. طالما عملتي العجين بتاعك صح وطعمتيه كويس، خلاص انت كده عملتي الخطوة المهمة. هعمله بقى كله كور كده اهو. هبتدي برضو اغطيه، شوفوا سليم فرحان جدا وعايز يمسك العجين ويلعب بيه. هغطيه بقى بالشكل ده واسيبه لمدة 10 دقايق ونرجع بقى نعمله. الصاج بتاعك بقى او الصينية بتاعتك مسحة بسيطة جدا من اي مادة دهنية، زيت ماشي، سمنة ماشي، المهم تكوني حاطه لها مادة دهنية اهو. انا هفتحها بالشكل ده وهحط لها حتة جبنة. هعمل نصها بالجبنة وهعمل نصها التاني سادة، عشان لو حبينا مثلا نشربها بالشاي باللبن أو تاكلوها كده مثلا كوجبة في الفطار. ضغطة بسيطة جدا، ما تضغطيش قوي عشان صوابعك ما تعلمش عليها. بالشكل ده اهو. هرص بقى الصاج ده كله وبعدين برضو هسيبه يرتاح تاني لمدة 5 دقايق 10 دقايق لما احس ان هو كده نفش عشان يدخل الفرن. وزي ما انتوا شايفين احلى قرص هتاكلوها بجد، هشة، السوا بتاعها تمام، طعمها جميل جدا، طريقتها سهلة وبسيطة. ده كان العشاء بتاعنا زي ما انتوا شايفينه. شايفين القرص عاملة ازاي والسوا بتاعها ممتاز. بدخلها طبعا على درجة حرارة متوسطة، بتشغلي الفرن قبل ما تدخليها لمدة 5 دقايق. شايفين من جوه هشة وجميلة وطعمها خطير. مش قادرة اقول لكم بقى اولادي كانوا فرحانين بيها ازاي. انا اللي عملتها وفرحانة بيها جدا، وعملنا جنبيها شاي بلبن وكانت احلى عشاء. حاجة بسيطة بس بجد فرحتنا اهو. السوا بتاعها جميل جدا وهي كمان طعمها ملوش حل. طبعا اتعشينا الحمد لله